اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ هوريكم ازاي. تعالي بسرعه اوريك تخزني الخضره الوقت الجميل اللي احنا فيه ده. لسه الجو ما حررش قوي عشان الخضره تتحرق في ارضها. الجو لسه كويس، مش حر، عشان الخضره تبقى بالخضار والجمال اللي انتوا شايفينه ده. تعالى اوريكي طريقه جميله لتخزين الخضره بعتمدها بقالي سنين اقسم بالله. بصوا دي اللي انا مخزناها ومفرزناها، بصوا خضره ازاي. هوريكي طريقة جميلة تعملي منها محشي، تعملي منها بصارة، تعملي منها سبانخ، تعملي منها اللي انت عايزاه وهي متفرزة في الفريزر. احلى محشي قسما بالله المحشي ده بخضرة متفرزنة، والله تحفة. بصوا هوريكم الطريقة. بصوا انا جايبة ال20 حزمة، ولا بتاع 24 حزمة كمان، ب20 جنيه، ب10 جنيه ولا ايه. بصوا خضرة وجميلة ازاي. لما الجو بيحرر الخضرة بتتحرق في أرضها. اما لقيتها كتير كده أمي قالت لي تعالى أنا هنضفها معاكي. نضفتها ويايا، مش قادرة أقول لكم كانت تحفة. وعملت لي حبة أكياس محترمين. نضفي أي شوائب، أي حاجة فيها كده مش عاجباكي، عود أصفر كده. يا أمي منوراني، يا أمي ربنا يبارك لي في عمرك يا رب ويخليكي ليا مالية الدنيا عليا. نضفتها خلاص ونضفتها، مفيش خليت فيها اي شوايب خلاص على الحوض. غسله بقى كويسه، تسيبي كده عليها ميه بتاعت نص ساعه. تبداي بقى تقلبي لحد ما تخلي الميه بتاعتها تتشرب. ارمي الميه وحطي تاني جزء جزء كده لحد ما تخلصيها وفي مصفى. وبعد ما نزلت ميتها انا خدتها على فوطه برضو نشفتها، عشان تضمني ان انتي نضفتيها ما خليتيش فيها ميه خالص. بصوا شلت العروق اللي على الوش ديت، انا شلت جزء من العروق، جزء كبير كده. هركنه اقول لكم هنعمل بيه ايه. وابدأي بقى خرطيها تخريط رفيع جدا. طبعا انا ما خرطتش بايدي، حطيت البلانشه كده وبدأت اخرط فيه عشان اعرف اخرطها واتحكم فيه. ان طبعا كميه كبيره معانا بتوجع اعصاب الايدين بصراحه. اخدت جزء جزء، وزي ما انتم شايفين الجزء الاولاني العروق دوت بحتفظ بيه، واوريكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. هقول لكم هنعمل بيه ايه، وهقول لكم تحفظيها ازاي وتشيليها من السنة للسنة وتبقى معاكي بالخضار ده والجمال ده، تعملي بيها كل اللي نفسك فيه زي ما سبق وقلت لكم. محشي، سبانخ، اللهم صل على النبي، بصارة، اي حاجة انت عايزة تستعملي خضرة تطلعي الكيس. عبي اكياس بقى حسب استعمالك. بصوا خضرة وجميلة ازاي. حسب استعمالك على قد ما انت هتستعملي عبي الكيس بتاعك وتطلعي منه الهوا زي ما انت شايفة كده يا حبايبي. وبربطه، بعد ما بربطه ببدأ بقى افتحه على الاخر عشان احطه فلات. طلعي منه تكسري ويطلع منه اللي انت عايزاه. بصوا برجع تاني افردها في الكيس، يبقى الكيس فلات كده معانا. اول ما تفتحيه تروحي كسراه يطلع كل اللي انت عايزاه، يتكسر بكل سهوله. وعايزه اقول لكم الخضره دي يا حبايبي ما بتتجمدش، يعني بتتجمد مجرد ما بتفتحي الكيس بتروح نازله معاكي مفروطه على طول. عبيتها اكياس كده زي ما انتم شايفين، طلعي منها الهواء وابداي ايه، اقفليها حسب استعمالك. بصوا اللي انا مفرزناها طالعه عامله ازاي. عايزه اقول لكم تتحط في شنطه سمراء، شنطه جوه شنطه، والشنطه تكون سودة، لا تتعرض لضوء ولا تتعرض لهوا. تطلع معاكي بالخضار والجمال اللي انت شايفاه ده. تحطيها على المحشي تبقى خضره كأنك حطاها خضره فريش. عملت معايا كميه كبيره ووفيره بصراحه، شلتها كيس جوه كيس جوه كيس اسود. وزي ما انتم شايفين بصوا العروق اللي قلت لكم عليها دي انا بفرشها في ارضيه الحله، بتخلي ريحة المحشي تحفة، تبقى طالعة لسبع دور. اعملي بقى اي محشي انت عايزاه، سبانخ، بصارة، احلى محاشي تعمليها بالخضرة الجميلة بتاعتك دي. لو عجبك الفيديو ما تنسانيش بدعوة حلوة، لايك وشير، سبسكرايب لتيتا زوزو. تنسيش اللايك يا امرايا منك ليه.
السلام عليكم.